اهلا بيكم من على الكنبه عشان داخلين سخنين اهو فيديو ورا التاني. بننزل بسرعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هتبقى تلكيع وهيبقى لاوي تك تك ورا بعض بالظبط. نتكلم على يا ماندو. نخش على طول هنتكلم عن فيلم استنى سسبنس فيلم هتعرفوا من البتاع ثاني. كنت لسه اقول فيلم مخروم بقى هنديكوا تاتشايه واللي هو لسه من فيلم محدش سمع عنه غيرنا احنا واربعه اصحابنا. يعني الناس اللي مركزه قوي مع السينما وبتحب افلام الرعب هتاخد بالها منه بالظبط. هو فيلم توك تو مي. انا كنت هقول توب بقى كده بس ما علينا. هو فيلم توك تو مي زي ما انتم شايفين الثامنيل وفي كل حاجه بالظبط. هو فيلم رعب unsuspected، ما كانش حد متوقعه كده، نزل ومحدش واخد باله منه، وكان احسن فيلم موجود رعب وبقاله فتره بالنسبه لي، احسن فيلم بقاله من فتره رعب. انسيديوس 3 موجود في السينما وكله بيقول عليه وحش، ما بقول لك هو احسن فيلم كان موجود رعب في الفتره دي، وبالنسبه لي من احسن الافلام اللي نزلت قبل كده. من غير حرق في السريع، البريمس بتاعه هو شباب معاهم ايد بتوصلهم بالعالم الاخر او بتخليهم يتواصلوا العالم الموتى العالم الموتى يعني بتخليهم يتواصلوا مع العالم الموتى، فبيبقى الحوار هزار وضحك وكده لحد ما بيحصل حاجه مع المين كاركتر بتاعنا، فبيقلب الهزار والضحك ده لتوستات بقى وجد وجد جد يعني مفيش هزار، تنشن قوي يعني جامد من ناحيه القصه ومن ناحيه التمثيل وكده. وقصه نوعا ما مختلفه فيها حاجات جديده. هو كرعب كاسبكتس الرعب، لان انا مش اكبر فان رعب يعني او حد عارف يعني زي ما انتوا عارفين يعني مش اكبر فان رعب، بس فبالنسبه لي حسيته يعني شويه في اسبكتس زي كل افلام الرعب، ولكن هو ليه ابروتش مختلف، ابروتش جديد شويه. حتى طريقه الاخراج والتمثيل فيه مختلفه، بالذات طبعا عشان المخرجين بتاع الفيلم اللي هم يوتيوبرز اصلا، مايكل وداني مايكل وداني فيليبو اللي هم راكا براذرز. لو ما تعرفوش راكا خشوا على اليوتيوب شانل بتاعهم، ناس وهم صغيرين بيحبوا يعملوا فيديوز وافلام، مجانين بجد مهووسين بالحوار ده. هتلاقي كميه الكرياتيفيتي والابداع اللي هم بيعملوه في الفيديوهات ومن هم صغيرين من 2013. لما تشوف الفيديو تحس ان ايه ده في 2013 وفي اف اكس وحاجات كده يدشملوا بيتهم ويعملوا حاجات كله لاجل الفيديوز وحبهم لصناعه الفيلم او صناعه المحتوى ده. فهم بجد قصه كفاح ونجاح بجد، هتحبك في الفيلم اكتر لما تعرفها، لانه يعني فرحت لهم قوي لما شفت الفيديو اللي هم نزلوه هم بيعملوا كواليس الفيلم. هم عملوا الفيلم ده وبعدين كسب ان هو يبقى ينزل في ساندانس المهرجان اللي بيتعمل، ان هو يبقى فيه صناع وكده بيتفرجوا على الفيلم ده، وادى ان في كذا شركه يتفرجوا على الفيلم، وفي الاخر A24 قررت تشتري وتاخده. انا اول ما شفت في الفيلم نزل وشفت A24 تفائلت، لان A24 بالنسبه لي هي شركه برودكشن جامده قوي، ما بتعملش برودكشن كده تجاريه وخلاص، بيبقى عندهم افكار مجنونه، بيروحوا الافكار جديده، بيعملوا حاجه سينمائيه اكتر. هو ده الستايل بتاع A24 اصلا. ما بالظبط. فعشان كده لما شفت ان هو A24 ما كنتش عارف لسه ان هم اشتروه بعد ما خلص، فتفائلت وقلت لا ده هيبقى حاجه مختلفه ولازم اشوفه، وهو ما خيبش ظني الصراحه. وعموما انا احترمت جدا الفيلم اكتر وخلاني يعني عايز اتفرج عليه وكده. موضوع اللي هو ان هم يوتيوبرز وان هم وصلوا للحته دي، هم مش هو شبه اندي موفي، تعمل حاجه ببادجت قليل بس تعمل حاجه محترمه. يعني انا لما شفت الفيلم ما كنتش عارف ان هو بادجته قليل عادي، ده في كل التصوير والإفكتس والمكياج وكل الكلام ده عادي، انت يعني بتشوفه في اي فيلم رعب، يعني شوف بادجتات افلام الرعب مش اول حد يعمله ده بالظبط. ده العادي، يعني ده العادي في الاندستري. وبعدين تكتشف ان ده اول فيلم فيتشر فيلم ليهم وببادجت قليله جدا، وكاست يعتبر اصلا كاست ما حدش يعرفه لان هم استراليين اصلا، هم استراليين فيلم استرالي، فانت ما تعرفش مين دول.
يعني مفيش حد معروف. ممكن تشبه على مامة يعني واحده من الكاست كده كبيره تشبه عليها طلعت ممكن تقول انا شفتها في حته قبل كده، لكن غير كده كل الباقيين هم شباب كده اول مره هتلاقيهم بس حاجه مغمورين في استراليا بيعملوا مشاريع وبتاع. ده النبذه كده السريعه ان هو فعلا في بوتنشال وهيعجب كل الناس اللي بتحب الرعب. هو مش من نوع الرعب اللي هو انا هرزع لكم جامب سكيرز وخلاص وده الرعب اللي انا مبني عليه الفيلم خالص. هو قصه حلوه ودراميه في ابعاد كده تخليك مشدود وبتتفرج ومتنشن من كتر الاحداث بتخليك متنشن قاعد كده اللي هو خايف من اللي هيحصل، قاعد خايف 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 وبعدين تهدى خايف، يعني اللي هو تقعد تبني تنشن ويهديك وتبني ويهديك. فهو على لاين كده مش اللي هو انا هبني لك حاجه عشان اخدك وامشي، لا هم على ستريت لاين كده. فده اللي كان عاجبني قوي في الفيلم وكان مخليني قاعد متوتر وقاعد بتفرج ومشدود واي لحظه فاهم اللي هو انت هتخضني، لا ما خضتنيش بس انا لسه متوتر. وهو مثلا ما فيهوش غير 2 جامب سكيرز او 3 مثلا ومبررين ومظبوطين مش محطوطين كده وخلاص، مش اللي هو بص هقفل الصوت في الفيلم مده ثانيه واخدك فاهم. فلا هم معمولين بطريقه ذكيه بالظبط، يعني هم عارفين الموضوع، عارفين الحته دي ايه اللي ناقصها وايه اللي يتعمل كويس، كاتبينه كويس. هو تقريبا داني او مايكل واحد اللي كاتب والاثنين واحد مركز اكتر على الاخراج والتاني مساعده، فهي تيم اب معمول ما بين الاثنين مطلعين منتج رهيب. حتى التمثيل هنجيله بقى في الحرق وكده بس لا حتى التمثيل مع ان الناس اول مره تطلع بس ما حسيتش اللي هو ايه الهوايه ده مثلا، لا الناس عارفه بتعمل ايه يعني محترفه. فالفيلم مليان مميزات مختلف هيفكك من النمط العادي بتاع الافلام الرعب ويدخلك في مود كده حلو ولذيذ. هو هتلاقي مثلا حلقه يعني ان شاء الله ننزل حلقه يكون هو نزل اتش دي عشان تخشوا عليه على طول. بس خش بقى على الحرق، ولو ما شفتوش الفيلم ننصحكم بجد انكم تشوفوه ريكومنديشن بجد هيفوتكم. الناس اللي بتحب الرعب بالذات هيعجبكم، بس هو يعني شديد شويه في مناظر وكده فتبقوا واخدين بالكم يعني الحوار. بس خش بقى على الحرق. تحب تبدا منين؟ ممكن نبدا بالشخصيات. هي ميا كان الكاركتر بتاعها انا عجبني الكاركتر بتاعها ان هي مع تحس ان هي ما عندهاش صحاب قوي، مفيش غير صاحبتها دي واخوها رايلي مش فاكر برضو اخته اسمها ايه قوي. بتحاول تفيت ان والناس بتحاول تتجنبها عشان موضوع مامتها وكده. ف يعني الدايناميك ده خلاها مين كاركتر كويس يعني ان انت هو بنى الكاركتر بتاعها كويس. بنى الكاركتر بتاعها حلو جدا، تصرفاتها وحتى تصرفاتها بعد كده طول الفيلم انت بيبقى مبرر بالنسبه لك هي بتعمل كده ليه. ساعه لما بتختار ان هي تمسك الايد لاول مره محدش بيبقى عايز، هي بتعمل كده عشان هي لو عارفه لو عملت كده الناس هتبدا تنوتس هي موجوده في البارتي ومش عارف ايه وتبدا تبقى اصحاب معاها وكده. هم عملوا القعده اللي هي قعدوا يلفوا فيها يعملوا بالايد كلهم. اللقطه دي كانت حلوه فشخ، المونتاج بتاعها جامد. ايوه انا عجبني الفكره دي في الفيلم اللي هو انت كل البريفس بتاعك رعب وكآبه ومش عارف ايه وبعدين دخلت في الحته دي حته كده هلس. ايوه عم يعني بيتكلموا اموات بس هلس بقى وهزار والاغنيه اللي كانوا حاطينها كانت لاقيه قوي مهندسين. فلا وبقى بيشرب بقى وبتاع وهوبا ويعمل حركات ومش لا كانت الحته دي كانت معموله مونتاج وهم مجانين الصراحه بيعملوا لقطات كده، واللقطات برضو هم بيعملوا بالكرسي وهي بتتقوي كده. فلا هم كانوا عاملين تاتشات لذيذه قوي الصراحه في يعني كل الميتينجز اللي حصلت للايد دي كانت عجباني قوي. بس هو برضو عايزين نقول ان الفيلم زي ما تقول مبني على الاستراجل بتاعت ميا ومعضله ان هي مش قادره تصدق هل مامتها انتحرت ولا ما انتحرتش بالظبط، والمعضله ان هي تصدق ده وتتعامل معاه وتموف اون. فده اللي بيتشكل بقى واحنا بنتفرج على الفيلم بالاحداث اللي بتحصل المسحيله في دماغها او اللي بتفكر فيه، فبيخليها بقى تفكر ازاي تعمل ايه. فده بيبقى واخد طابع كبير في الفيلم. فيلم دخلته من اول ما دخل كده مفيش هزار فاهم اللي هو تعالى انا فاهم اخ بيقتل اخوه وبعدين بيقتل نفسه فاللي هو انتوا داخلينها كده طب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طريقه تعرفنا بمية وان هو علقك بيها وفهمك المعاناه بتاعتها وتدخلك بقى في الاحداث على طول ويلا نشوف الحوار ده بيتكلم على ايه. عجباني فكره انك تتواصل وعاملين لها رولز ومشوا على الرولز دي ما تخطاش اللي هو هنفهمك هي انت معاك 90 ثانيه ما ينفعش تعديها، لو عديتها الروح هتتعلق معاك او هيفضل. فكان عاجبني الديتيلز دي وان هم حطوا رولز وفضلوا ماشيين عليها مش رولز كده وخلاص.
او مش اللي هم سايبينها مفتوحه يعني. عجباني قوي بقى من ساعه بقى ما هي مسكت والارواح. المناظر الميك اب كانت جامده قوي، كانت جامده جدا يعني كانت لا اللي هو كده فضلت معداني شويه في كذا مشاهد في الفيلم. واول جامب سكيرز الاثنين برضو حركوني كده. فلا كان معموله صح ومبنيه بسنس كده جامد. هموت واعرف الواد صاحب اختها عمل ايه في الكلب. صح انت قطعت السينما طلعت كلب بس يعني هو كان شكله تقريبا عمل فيه حاجه اغتصبه يعني او حاجه، بس تقريبا كانت روح نكسه او يعني كانت حاجه مقززه جدا. يعني انا مستني الديشن تنزل عشان افهم. بس يعني كان برضه سين مجنون كده. والكلب يا عيني فاهم الكلب خارج كده عارف منه شلبي في فيلم الساحر. خارج فاهم بيلم في اشياء. لا يعني في فيلم فاهم فيه عشوائيات كده لذيذه والله. برضو عايز اتكلم عليها قوي، هي اللقطه اللي احداث الفيلم بتتغير فيها من فوق لتحت. هي نفس اللقطه اللي هم بيقعدوا يعملوا كده وبعدين هي في الاخر لما بقى رايلي قرر ان هو يجرب وعايز بقى يثبت ان هو واد جامد قدام صاحبه عشان ما شافش سجاير وبتاع ومش عارف ايه، فحب يثبت انه جامد. عجبتني قوي 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 ان هو الروح. طبعا في ناس هتبقى شايفه ان هو يا ترى الروح دي روح مامتها ولا ده روح عامل مامتها. ايوه انت شايف ايه؟ انا شايف ان هي في الاغلب روح مامتها وبعدين قلبت. يعني في الاول كانت فعلا روح مامتها وبعدين قلبت في انا شايف بقى ان هي مش كانتش روح مامتها اصلا. انا شايف ان هي من بعد ما عدت 90 ثانيه خلاص الروح دخلت جواها، عارفه دماغها بتفكر ازاي، عارفه هي عايزه ايه وعارفه دماغها بتفكر ازاي، فعملت لها كده عشان تخلي رايلي يعدي 90 ثانيه. وكنت لما ادركت الموضوع كنت شايف ان هي حاجه جامده قوي وتفكيريا معموله حلو فشخ. والواد يا جدعان عامل الدور الام. انا اشعرت واد مش عارف عنده كام 17 سنه ولا 18 سنه، بس الواد عامل دور واحده ست ايه ممكن يبقى اصغر. انا بدي رقم عشان هم ساعات بيبقوا اكبر في الاخر. بس عامل الدور الام. انا صعب عليا وتعاطفت، حسيت ان هي امها فعلا ما كدبتوش يعني انا طبيعي ان هي تصدقه بالعياط بطريقه الكلام لا الواد جبار الصراحه. يعني من الحاجات المشاهد اللي تخليك متفاعل مع الفيلم ومتاثر قوي بيه. فاللي هو لا انا اشتريت. وبعدين بقى وانت قاعد متعاطف كده واللي هو يا حبيبي مش عارف بوم فاهم فجأة بنت القلبه اللي هي قلبت ان هو كانوا بيهزروا بيضحكوا مش عارف ايه وبعدين فجأة الحته التوتشنج وهي بتكلم امها واصلا جابوها وهي اللقطه اللي جابوها ماسكه في ايده وهو ماسك في ايده وبتثبت اللي هو يا لهوي. لا كان هو في حاجات جامده قوي الصراحه. والخطه وكميه بقى العنف ويا ابعد بقى شوف بقى فاهم طفل ولا مش طفل انا هفشخلك ميتين امه فاهم قسم راسه بطيخه فاهم جابها نصين وقعد بقى دب وانا مع كل خبطه يا جدعان حد يوقفه فاهم اللي هو لا يا جدعان بجد كان مشهد لا المشهد معمول حلو قوي ويفزعك من مكانك. ولا حتى لما اخته دخلت وحاولت تعمل بايديها فشخ مع ايديها عادي. لا كانت جبار وهو بيشيل عينه. لا عارف انت اللي هو مش مجرد مشاهد انا هخليك تتقرف وخلاص، بس لا انت متخيل قد ايه في تنشنه واللي هو انت خلاص انت عارف انت ما ينفعش تعدي 90 ثانيه فانت عديتها فاستحمل بقى. فانت شفت بقى لما يعدي 90 سنه ايه اللي ممكن يحصل. معنا واحد من الجماهير عايز تقول ايه؟ لان هو من اول الافلام الرعب اللي هو ما عندوش مانع خالص ان انا امسك طفل وههينه من بعد ايه تقريبا ماشي من بعد ايه بس حتى ايه ما عملش ما وصلش. انت شايف طفل في ابتدائي بيطلع عينيه من مكانها ماسك دماغه فشخها دماغه نص حتت من راسه كانت باينه من جوه من تحت البشره وما زلت في الاخر ده الطفل بالظبط. ده هوريك بروتال يعني مشاهد مش طبيعيه. ده اللي بقوله ان هو تخطى فعلا المرحله دي واللي هو لا انا مش هاممني ده طفل وانا هفشخهولك يعني عشان بس ان هو عدى الرول اللي احنا قايلين عليه فاستحمل بقى. وكانت طريقه مبرره جدا ان هو يعدي 90 ثانيه وطريقه مبرره اللي يحصل له. بعدين بقى نشوف اللي بيحصل بقى في الفيلم وازاي تتعامل مع ده وتبدا بقى تفكر هل فعلا المفروض مامتي اللي بتشوفها طبعا اللي دي مش مامتها اكيد وان هي بتضحك عليها زولتها فشخ بقى لما عملت حوار ابوها ده
دي كانت مزاوله جدا، مزاوله فشخ يعني اول ما اللي هو ده مش ابوكي، وبعدين راحت مدخله ابوها في ساعتها عشان تروح ضربها. لا يعني ايه اللي هو يا بنت اللعيبه فاهم. لا يعني كانت حته هي فشختها في دماغها الصراحه، البنت تتفشخ. لا انت بتشوف تحول الشخصيه بتاعت ميا طول الفيلم، اللي هو مصارعتها في دماغها اللي هو ده بجد ولا ده حقيقي ولا ده مش حقيقي. ولما كانت قاعده لما في الاخر كلمت مامتها هي لوحدها في الاوضه ومش عارف ايه، وبعدين فكره ان هو لا انا لازم اسيف رايلي وبتاعه، وكانت رايحه له بالمقص. وبرده حته في الاول خالص لما كان في كانجرو على في وسط الشارع، بص حته اللي هو سيبك من رجعوا له، حته اللي هو ان هي تخلصوا. ايوه ما الريفرنس ان هو رجعوا له تاني، مش كان مجرد كانجرو على الارض وخلاص. ايوه انا كنت فاكر قصدك الحته اللي هو بيتنطط فيها. لا ما هي دي ساعتها بيفكرك بيها عشان يعني الناس اللي ما جمعتش فكره الميرسي كيلينج، وان انت تخلصوا من العذاب اللي هو فيه ومش عارف ايه. فهي كانت هتعمل كده وبرده ما عرفتش تعمل كده في الاخر. بقول لك قد ايه كانت الروح راكبه جواها وعارفه دماغها وعارفه ايه اللي حصل، عارفه هي هتعمل كده برده اللي هو جابت لي فكرت فاكره اللي انت ما سبتيه على الطريق ما تعمليش كده في رايلي بقى. فقد ايه الروح كانت عارفه هي بتفكر ازاي وعارفه توصل لدماغها وتفكيرها. ففكره جباره الصراحه ان هم عاملين بيوصلوا لكل حاجه هم قدموها، مش مقدمينها كده وخلاص. كانت عجباني قوي. المناظر بقى لما راحت شافت رايلي شفته جوه المنظر ده كان مرعب فشخ. ايه ده انت قاعد متنشن كده يا دي ايه الناس دي ايه ده. وبقول لك عشان كده ميجا بن جامد. والراجل اللي كان مكانه على السرير ده اللي هو كان راجل وير يا جدعان انا كنت قاعد متنشن كده اعصابي اللي هو يخرب بيتك فاهمه. الحته اللي عجبتني برضو في الاخر ان هم لفوا فور سيركل، حته الاستراجل بتاعها ان هي بتخلصوا ان هي كانت هترمي رايلي في البتاع، وبعدين في الاخر هي نطت. تفتكر نطت ولا هي زقتها؟ انا مش عارف بقى هي نطت ولا اتزقت. في ناس بتقول كده ناس بتقول كده. انا شايف ان هي نطت. انا في الاغلب حاسس ان هي نطت لان هي بعد كل الدوشه دي الراجل مش عارفه يتحدد ايه هي ولا ايه، تموت نفسها وتنقذ رايلي. فهي هتنط مكانه عشان بقى تريح نفسها وتخلص. وباهم الحته اللي في الاخر وهي في المستشفى دي كانت مزاوله لا اللي هي قامت اصلا قلت العبط ده ايه الهبل ده انت بتموتيش ولا ايه فاهم. عمر كان جنبي بيقول لي ما بتموتش بكل ثقه كده فاهم. بعدين لا ماتت عادي يا ولاد اللعيبه فاهم. والطريقه اللي عملوا فيها ان هي ميته جامده قوي وهي بتروح في المستشفى وهي تقريبا ده تايم لابس اللي هو ايه اللي بيحصل في الاجواء وان هو بقى تمام بتتكلم عادي. ما هو اكنها انا حسيتها ان هي لا اللي هي بتستوعب ان هي ماتت او بتكومنت تو تيرمز ان انا خلاص تمام. بس قصدي برضو ان هو حاول يوصلها لك في نفس الوقت ايه اللي حصل بعد الاحداث دي. بس في الاخر حته ان ابوها كان موجود. ما ابوها ما ماتش ما جابلكش يعني جاب لك ان هي راحت لقيته عايش في الاخر وديته المستشفى. ما البت الحته دي حكيتي فشخ اصلا. البت لما كلمتها وقالت ابوها ومش عارف ايه وبعدين جت المستشفى لوحدها. ما هي خدت كلمه الاسعاف يا ابني. بس يعني تاخدي الراجل يعني كان المفروض بس انا كنت شفت الاسعاف وبتاع. فهو تقريبا ما ماتش لما جابوه ماشي في المستشفى ان هو بقى تمام. يعني هو جاب لك ان ابوها بقى تمام الواد بقى تمام يعني عادي لما موتت نفسها وخرجوا من المستشفى وبتاع. بعدين تعالي بقى فاهم اللفه وفكره ان هي الدنيا طفت عليها وبعدين فجاه لقيت نور بصيص نور سايد. هي الحته دي كانت جامده فشخ بصراحه بجد. بقول لك هم في الديتيلز وان هم يكونكتوا الحاجات ببعض جبارين الصراحه. يعني في الاخر انك تعملي اللوب والسيركل تكمل دي كانت جباره. نهايه من احلى النهايات الصراحه اللي انا شفتها مؤخرا. اللي هو يلا بقى وانا ما عنديش مانع ان انا عايز اشوف يعني جزء تاني من البرسبكتيف بتاعه وهي ميته. نفسي اشوف حاجه كده لان انت عمرهم ما عملوا حاجه. دي بتبقى حلوه ان هم يعملوا حاجه من البرسبكتيف الاموات اللي هو مش بقى البشر وكده. لا انا عايز اشوف بقى البرسبكتيف ده. فانا ممكن يبقى حاجه يعني دماغي ممكن تجيب اوبشنات كتير قوي. حاسس ان ممكن تبقى مفتوحه وما اعرفش ممكن يجيبوا في دماغهم حاجه زي كده ولا لا. بس ما دام انت نهيتها بالطريقه دي فاعتقد ان دماغهم تجيبهم لو هم حابين يعملوا حاجه زي كده. بس اعتقد ان هم هيكونوا عايزين يعملوا افكار مختلفه او كده. بس تبقى فكره مختلفه الصراحه بالنسبه لي في جنرال افلام الرعب. يعني كانت نهايه جامده والصراحه انا بالنسبه لي احلى فيلم رعب شفته من اخر 5 سنين. بقالي كتير ما اتفرجتش. ايه بجد يعني اخر حاجه شفتها عادله كانت ايه؟ اعتقد كان في اخر 5 سنين فيلم جامد
بس افتكر معاك يعني على الاقل السنه دي لا بقالنا كتير ما شفناش فيلم رعب عادل، كلهم جامب سكيرز ما فيش ناجحه. لا انا اخر كام فيلم رعب شفته ما كانوش اعلى حاجه يعني ممكن اخر حاجه اقرب حاجه حسيتني بالتنشانه دي كانت قص. بس قص ده قديم فشخ في 2019. صح يعني هو فرنج تقريبا 5 سنين ولا 4 سنين. ده سمايل مع يعني مش طول الفيلم. انا سمايل كمجمل سمايل كان فيلم كويس بس مش انا عجبني ده مش توب. لا ده كده بالنسبه لي احلى، عشان كده بقول لك هو بالنسبه لي احسن فيلم في اخر 5 سنين رعب. وبجد شوفوه لو اتحرق لكم كل ده شوفوه. فيلم جامد قوي يعني متحمس لهم جدا. الفيليبينز براذر دول مش عارف ايا كان ركا زي ما انا عارف. اتمنى يكملوا ويشوفوا حاجات تانية نشوفهم في هو اعتقد ان هو صوتهم هيسمع. هو بس للاسف اتظلموا ان هم السكادجولينج بتاع نزول الفيلم ما كانش مظبوط قوي. نزل مع اوبنهايمر وباربي وكان انسيديس 3 برضو، فلو انت داخل في مدعكه مش قدها الصراحه. فيعني اللي ما ركزش معاه وكده سمع عنه مش هياخد له نظره يعني. بس يعني اهم حاجه يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله يكون فيلم كمان عجبكم. وقولوا لنا برضو ايه رايكم في موضوع افلام الرعب السنه دي ايه احسن فيلم رعب شفتوه بالكم في اخر 5 سنين عشان حاسس ان ده ديبيت فعلا ممكن حد يقول لنا فيه حاجه. بس وما تنسوش طبعا سبسكرايب وشير الفيديو وتجرس اهم حاجه. لو في فيلم برضو نزل مغمور كده ما حدش سامع عنه قوي وانتوا شايفين ان هو حلو جدا قولوا لنا اسمه في الكومنتس ممكن نتكلم عليه عادي. بس قولوا لنا ايه الدنيا. تابعونا على السوشيال ميديا برضو لو عملنا عليها حاجه ان شاء الله نعمل حاجه برضو. ان شاء الله ما تنسوش الجرس وكل الحاجات دي ودعمونا كده يا جماعه عشان نكتشف لكم الحاجات اللي مش ظاهره قوي. وان شاء الله نعمل لكم كونتنت كل مرة أحسن ويتحسن مرة عن التانية برأيكم ودعمكم وكل الكلام الجميل ده. بس كده نشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. سلام.